السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد النهارده باذن الله. الفيديو بتاعي يكون اعاده تدوير عن الجيركن ده بتاع بريل. بس قبل ما ابتدي، لو مش مشتركه في القناه يا ريت تنوريني وتشتركي وفعلي الجرس كمان عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تدوسي عليه لايك. احنا بدايه كده هنعمل الجيركن بتاعنا ده كمنظم، بس مش منظم للمطبخ، يعني المنظم العادي ده لا، منظم هنستخدمه لحاجات خاصه بالشقه. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي هنعمل فيه ايه واستخداماته ايه. اول حاجه ببتدي اجيبه كده واشيل اللزق اللي عليه، وزي ما انا ماشيه بايدي كده هبتدي ان انا اقطع او اقص، يعني اقص الجيركن بتاعي كده بالقطر. بدخل الاول بالقطر وبعد كده بكمل بالمقص عشان يبقى اسهل معايا. بعد ما قصيناها بزاويه بالطريقه دي ببتدي ان انا اجيب ولاعه وامشيها على الاطراف، لو في حته مثلا طالعه كده او حاجه مطرح القص، يعني بنبتدي نمشيها عشان خاطر ما يبقاش برضو في اي مثلا خطر كده او حاجه لا قدر الله، عشان برضو بيبقى حامي شويه بعد ما بنقص. كمان انا قصيته بزاويه، حسيت ان شكله كده هيبقى اشيك وهو معمول بزاويه. بعد كده ببتدي اجيب اي غطا عندك، غطا ازازه يكون بس صغير شويه، مش غطا الجيركن ده. وابتدي ان انا اجيب بالمسطره، بحضره جنبي واجيب المسطره وابتدي ان انا اعلم كده اهو حوالي مثلا 2 سنتي من مطرح ما قصينا لحد تحت. هناخد حوالي 2 سنتي ونبتدي نعلم على الجيركن كله بطول الجيركن كله كده. وبعد كده بعد ما هنعلم هبتدي ان انا اجيب الغطا ده وهعمل كده دواير. اهم حاجة نص الدايرة بتاعتي او الدايرة دي كده توصل لغاية الخط اللي انا عملته، ما تنزليش عن كده عشان تبقى مظبوطة معايا متساوية. هنلزقهم كلهم في بعض، كل الدوريات كده هيدينا شكل من فوق شكله حلو. طبعا بعد ما نقص هنبتدي كده زي ما انا بعمل قدامكم، هحط الغطا وبعد كده بالقلم، اي قلم جاف او حاجة او قلم ماركر، وبعد كده ببتدي اعمل بالقلم يعني، واخد نص الدايرة كده بالطريقة دي بحيث يبقوا شكلهم كلهم لازقين في بعض. بعد كده بقى بالمقص وهبتدي اشيل كل الزيادات. بتمنى تكونوا يعني فهمتوا قصدي. القص هيبين. هبتدي ان انا اشيل كل الزيادات، في الاخر هيطلع لي شكل دوريات كده جنب بعضها. نحاول يعني تزيين بسيط، تغيير من شكل الجيركن. بعد ما قصيت الجيركن واداني الشكل ده من فوق ببتدي ان انا اجيب القطر هيبقى مهم في المرحله دي، واعمل زي خطوط كده حوالين كل دايره او في نص كل دايره. هنعمل خطين بالقطر هنفتحهم علشان خاطر نبتدي ان احنا ندخل فيه شريط الستان ده، احنا هنزين بيه الجيركن بتاعنا. هيبقى كاننا بنخيط مثلا، بس بنخيط في الجيركن. بتبتدي بقى ان انت تجيبي اي شريط ستان يكون عندك، اي حاجه تقدري تزيني بيها يعني، وهتبتدي تدخلي في الفتحات دي هيديكي شكل كده كأن شكل خياطه، بس شكلها بيبقى حلو قوي ولذيذ وبيبقى شكلها يعني شيك كده. بس كده. ممكن كمان تستخدمي يعني السكينه لو ما عندكيش المقص، قصدي لو ما عندكيش القطع. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين ببتدي ان انا ادخل
الستان بتاعي، وممكن بالسكينة او بالمقص تبتدي ان انتي بس ايه تدخليه الناحية التانية او بطرف صباعك كده او ضفرك من جوه، بتبتدي ان انتي تزقيه علشان خاطر يخش معاكي من في الحتة اللي بعدها يعني، علشان يديكي الشكل اللي هتشوفيه دلوقتي بالطريقة دي كده. برضو هنعمل الجنب التاني بنفس الطريقة، هندخل كأننا بنخيط كده وبنمشيها. طبعا التزيين ده حاجه ترجع لك، يعني تقدري تغيري فيه زي ما انت عايزه، ممكن تبدلي الستان ده اصلا خالص وتحطي مثلا حاجه دانتيل او حاجه زي كده، برضو هيبقى شكله حلو. وممكن كمان تزيني بالفوم. طبعا التزيين ده زي ما بقولك حاجه ترجع لك وعلى حسب ذوقك بقى انت ابداعي يعني. بعد كده هنجيب العلبه بتاعتنا كده، عملتها فيونكه من قدام بالشكل ده عشان انهي الستان، نهيته بشكل حلو كده، عملته فيونكه وهبتدي ان انا اقص الاطراف بتاعته، وهمشي ولاعه او كبريت او حاجه على الاطراف بس عشان ما تنسلش معايا. دلوقتي علشان خاطر نحولها منظم يكون عملي جدا، هنجيب قطعتين من الكرتون يكون عرضهم عرض العلبة، وهنحطهم بالطريقة دي. اهم حاجة يكونوا نازلين متدرجين كده، يعني هتكون واحدة اطول شوية من التانية، عشان طبعا احنا جايبين اصلا الجيركن بتاعنا بزاوية كده، فهنحاول ان احنا بس ناخد بالنا من النقطة دي. وبعد كده تقدري بقى تزينيه زي ما انت عايزة. انا جايبة معايا هنا الورق الستيكر ده، انا اخترت الورق يكون فيه رسمة او لون ذهبي كده علشان برضو يبقى لايق مع شريط الستان اللي حطيته، كان فيه حز كده لونه ذهبي. هبتدي ان انا هاخد المقاس واقطع على قد الكرتونة وهغلفها كويس طبعا من الناحيتين. بس كده. وبعد كده بعد ما اغلفها هوريكم هنعمل فيها ايه. ممكن تستغني بقى عن اللي هو الستيكر ده وتستخدمي فوم، برضو بيبقى حلو قوي، واللي هو بيلزق، او اللي هو تلزقيه انتي بمسدس الشمع، هتعملي نفس الكلام بس هتقصي على قد قطعة الكرتون بقى، وتبتدي ان انتي تحطي عليها الفوم، برضو هيديها شكل حلو قوي. بعد كده اخر مرحلة هتبقى ان احنا نثبت القطعتين الكرتون دول جوه العلبة بتاعتي. هنجيب بقى مسدس الشمع، وهبتدي ان انا احط من الجناب كده طبقة من الشمع، وبعدين هدخلها جوه العلبة بحيث ان هي تتثبت كويس. هتقيسي برضو يعني، او ممكن على حسب كده بمجرد النظر تشوفي انت عايزة كل يعني فراغ من دول يبقى قد ايه. هنحط كده، وهنحط برضو الاولانيه زي ما قلت لكم قبل كده. هتحاولي ان انتي بس تراعي ان الايه قطعتين الكرتون يكون مختلفين المقاس، اللي فوق اطول شويه من اللي قدام. هنضغط كده بالشكل ده علشان يمسكوا كويس، وده كده هيبقى يعني يعتبر شكلها النهائي. تقدري تزينيها كمان اكتر من كده، تحطي اشكال فوم من بره، او كمان من البدايه ممكن ترشيها سبراي تغيري في الالوان يعني. دلوقتي انا هستخدمها كمنظم للريموتات بتاعتي، هتتحط بقى على ترابيزه الانتريه او في الصالون او حتى في اوضه النوم، تحطي فيها الريموتات، تحطي فيها الحاجات اللي بتحتاجيها دايما، مثلا دي شواحن، نضاره النظر كده، يعني الحاجات اللي هتستخدميها في المكان ده. طبعا دي مش الفكرة الوحيدة، في افكار تانية تقدري تستخدميها على التسريحة وتنظمي فيها الكريمات بتاعتك، او في الحمام وتحطي فيها الكريمات بتاعتك، او في المطبخ كمان وتحطي فيها معالق شوك مثلا، معالق صغيرة وهكذا. يعني ليها استخدامات كتير جدا، تقدري تستخدميها كمنظم لاشياء كتيرة. بس انا حبيت بصراحة فكرتها، وهي يعني اقدر استخدمها للريموتات، شكلها حلو، احطها على البوفيه او احطها على الترابيزه بتاعه الانتريه عندي، هبقى محتاجه الحاجات دي. بس كده دي فكره بتاعه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الفكره تحطوا لايك على الفيديو، وتقولوا لي في الكومنتات هتستخدموها لايه لو هتعملوها، لو هتنفذوها. وما تنسوش كمان اشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وفكره جديده قريب جدا. مع السلامه.